بداية السيد الوزير انا عندي ملتمس على انه خاصك تقوم بواحد الزياره لجهه ديال البنوك اللي فيها بزاف ديال المنشات وفيها بزاف ديال الانشطه، وكذلك اقليم الصزاك اللي فيه بزاف ديال المنشات ديال وزاره الثقافه والشباب اللي خصها فقط تتشيد، وكنتظروا الزياره ديالكم مع الوزير. على مستوى قطاع الاتصال كيف اشار السيد الوزير، لانه كانت عندنا لقاءات ثقافيه مهمه مع مجموعه ديال الفاعلين في هذا المجال هذا والمقاولات الصحفيه من الاقاليم الجنوبيه، واستنكرت هذه المقاولات على الاشراك في هذا النقاش الهام، وخاصه اننا عندنا مشاكل كبيره وهي في مرحله جنينيه تواجه عده مشاكل اداريه وتقنيه منها الضمان الاجتماعي ووجود الصحفيين باستضافه وتجهيزات في غياب الدعم العمومي المقدم من طرف وزاره الوصيات بسبب عدم توفر الشروط التي يجب اعاده النظر فيها لتاخذ بعين الاعتبار خصوصيه واقع الاقاليم الجنوبيه وهذه المرحله الجنينيه ديال هذه المقاولات الصحفيه، وهي اللي كتعمل على تغطيه بزاف ديال الاحداث سواء الثقافيه والسياسيه في الاقاليم وفي هذا النصف ديال المملكه ديالنا. على مستوى قطاع الثقافه كيف اشرت سلفا لابد من تدشين مجموعه ديال المؤسسات والدعم ديال المواسم والمهرجانات. انا في اقليم الصزاك كاين واحد الموسم ديال الاسا ديال قبائل توسع، هذا المهرجان ديال 7 قرون ديال زاويه اسا تصور مع الوزير على انه الدعم ديال قطاع الثقافه ما تجاوز 600 درهم، وحنا شفنا بزاف ديال الجمعيات احيانا جمعيات كبيره فينا حنا وتجاوز الدعم ديالها 700 درهم و600 درهم واكثر من ذلك، وحنا هذا المهرجان اللي هو كبير ديال قبيله الدخلاء اللي ما تم تقديم به الدعم. ترميم المعلومه التاريخيه ديال قصر اسا، وهذا كنا طرحناه في الوزاره ديالكم منذ سنوات قبل، ولكن التجاوب مع الترميم ديال هذه المعلومه والتصنيف ديال موسم زاويه اسا وقصر اسا مازال ما بقى التجاوب الحقيقي، واكدنا على انه التزام ديال جماعه التراب سواء المجلس الاقليمي او الجهه الاحداثيه او كذلك الجماعه الترابيه الاخرى مستعده مع الوزير. خاص فقط هذه الزياره باش توقفوا عن كتف عن قرب على جميع المشاكل اللي كيعيشها سواء قطاع الاتصال، لانه خص يكون واحد اللقاء مع المقاولات الصحفيه اللي عندها بزاف ديال الذكريات عده وعده للاشتغال بالاقاليم الصحراويه، وكذلك على مستوى قطاع الثقافه. قطاع الشباب والطفوله مع الوزير، انا عندي واحد الملف حضرته على الخصاص كله وكنا رفعناه لكم وغادي نسلموا لك السيد، ويكفي على انه في قطاع الشباب والطفوله كاين 12 مؤسسه اللي مبنيه ديال قطاع الشباب والطفوله، ما فيها حتى شي مؤسسه باستثناء المديريه هي اللي بنات الوزاره. من جميع هذا دور الشباب ولا الانديه النسويه ولا القاعات ديال الندوات كلهم بناتهم مصالح اخرى كيديروها سواء الجماعه الترابيه او المجلس الاقليمي او وكاله الجنوب او اكثر من ذلك. نزيد منذ 2015 ما تم تعيين ولو موظف واحد في قطاع الشباب والطفوله في الإخوان. حنا كنعرفوا هذه القرارات هذه وشاروا الاخوان على انه تجميع التسويه ديال هذه الخطط المساعده، ولكن كتبقى غير كافيه لانها جابت واحد الاقليم ولا واحد الجهه اللي متناثره في واحد الاقليم اللي فيه 270,000 كيلومتر، باش توصل من جامعه لجامعه خصك واحد 300 كيلومتر ولا 400 كيلومتر، وحتى الا غنديروا اطار مساعد واحد في كل دار الشباب وكنأكد لك مع الوزير باش نطلعوا كاع الزياره ديالكم الجهه وديال الاقليم هي اللي غادي توقفوا فيها عن قرب عن حجم جميع المشاكل، ونأكد لك كذلك الاستعداد ديال جميع المجالات سواء مجلس الجهه المجلس الاقليمي والجماعه الترابيه للانخراط الفعلي المادي والمعنوي في تفعيل الانشطه ديال الوزاره ديالكم، لان حقيقه الوزاره يجب ان تقدم خدمات في هذا الربع الغالي من وطننا العزيز، ونؤكد لك على انه كذلك هناك مجموعه ديال المؤسسات اللي سالت فيها الاشغال وجهزت ومازال موقفه، والناس ديال القطاع ديالكم ينتظروا الزياره ديالكم بفارغ الصبر، وكذلك احنا كمنتخبين غادي تقدموا لنا واحد الدعم وواحد السند قوي في هذا الربوع. ننتظر زيارتكم مع الوزير بفارغ الصبر والاقليم والجهه مقبله على مجموعه من الانشطه سواء الثقافيه والفنيه وفي قطاع الشباب كذلك والطفوله في الاسابيع القليله القادمه، ولا زالت الجلسه على مقدم لك مع الوزير. شكرا.